بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا بعد صيف قاس، ذبح عندي كثير من الدجاج والأرانب. تقريبا الأرانب راح النصهن، والدجاج والله راح منه يمكن 3 ديوك و5 دجاجات، لكن الحمد لله زان الجو وبدأت أجسامهم تكبر حجمها. الصيف يقلل حجمها كثير خصوصا التركي، لكن الحمد لله. شوفوا الديوك الصغيرة خبرينا ما شاء الله الحين. شوف حجمها ما شاء الله. ديك أسود صك، وهذا أحمر، أحجام كبيرة ما شاء الله. هذا الديك التركي. شوف الديك الأسود هذا ما شاء الله، شوف رقبته وشوف سيقانه ما شاء الله تبارك الله. حجمه ما شاء الله من العين. شوف الفيومي هذا تركي. هذا خابرين مصورين لكم أول صيصان يمكن بعد رمضان. بعد رمضان جنيتن، جبتن من المجمعة، من محافظة المجمعة، في واحد متخصص يربيهن. شريتين، شوفوا صيصان شريتين الحين ما شاء الله. شوف احجامهن. وباقي يعطي اذا جاء الشتا ان شاء الله يبي يعطي حجم بعد ان شاء الله، لكن الصيف ذبلهن يعني مرة، لكن ان شاء الله بشت اصورهن لكم احجام اكبر من كذا ان شاء الله. شوف الارانب راح نصهن تقريبا بالصيف، ما يتحملن. البلدي بلبر ما يتحمل. الله المستعان. هذا الأم الحنونة هذه، وذاك طلع. شوف الديك هذا ما شاء الله. شوف الديك هذا الأسود هذا، شوف سيقانه ما شاء الله. شوف رقبته ما شاء الله تبارك الله. هذاك المندس هذاك تشوفونه، هذا أكبر حجم عندي ما شاء الله تبارك الله. وعطى حجمه والله ما تصدقون يا جماعة. هذا ليش أنا محافظ عليه؟ لأن نموه كان أسرع شيء. هو دجاجة كان نموه تقريبا يعني بخلال 4 شهور عطاني زي الحجم هذا. هذا حجم من 4 شهور تقريبا ما تغير. لكن بعضهن ديوك لا والله ظل 6-7 شهور يلا عطاني حجم. لكن هذا الديك الأصفر هذا تشوفونه عطاني حجم 3 شهور أو 4، نفس حجم هذا تخيلوا. طبعا الحين حاط لهن ميديسن على قولة الراعي. علاج وشو؟ علاج تنفسي بريميسين، والثاني والله نسيت اسمه يا ربي، خلنا اجيب لكم تشوفون. هذا شوفوا الاحمر هذا بريميسين تنفسي ممتاز لكل انواع الثدييات ولا الطيور حط. والنوع الثاني انا اشوف النوع الثاني يا اخوان، هذا سلفة تشوفونه. سلفة هذا معروف، انا ما ادري تركيزه 70%، يمكن اقوى تركيز اخذت السلفة. هذا اعتبر انه مضاد حيوي شامل معوي تنفسي، وانا مضايف عليها التنفس. شوف محلول فموي يوضع بالماء يعني. وهذه شو اسمه دقيقة رجع هذا. وهذا يا اخوان الستاند اللي قلت لكم عليه، هذا فكني من امور كثيرة. كان عندي ديوك وصرفته ديوك ذبحنا الدجاج تقريبا 12 ديك كان عندي. والدجاج نفس شوف الظهر هذه، شوفون ظهرها، شوف ديوك يسوي فيها. شوفون الجرح الاسود هذا، شوف الريش منتوف. هذا فعل ديوك. كل الدجاج عندي تقريبا كذا، من تطيح بالارض هم يروحون فوق. انا قمت احط له ماكل فوق ومويه فوق. هذا الدجاج كله تدرون ليش هنا؟ خايف من الديوك. والديك حتى لو صعد ما يقدر يلقح هنا، هو يحب يلقح على الارض. حتى لو صعد لين هنا ما يلقح. مات عندي دجاج ترى بهالطريقة هذه، ان الديوك من تنزل الارض تبي تاكل وتشرب 4 ديوك 5 عليها، يا اما تنجرح ولا. وبالصيف ترى يعني جه سكتة قلبية فوق ما هي حر وتهج منهم ويرقون فوقها. انا وحدة جتها سكتة قلبية والله اشيلها ما تنشال. طب ثاني يوم اللي هي ميتة من كثر ما يلقحونها ديوك. من تنزل بالارض تاكل 4 ديوك عليها 5 يلحقونها تتعب توقف
ويتبدلون طاع 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 تلقيح يطق عنده القلب. فيمكن من 2 ماتن عندي بهالطريقة هذه، عشان كذا حطيتهم ستاند. لا جاء قرب المغرب كذا يروحون فوق، واذا نزلت اكلت وجاه ديوك تطير فوق على طول. يعني انا فكيتها بالحركة هذه. تشوفون اغلب اللي تحت ديوك، ترى الدجاج كله فوق. شوف الديك حتى لو راح فوق ما يقدر يلقح. الحال هذا وين راح؟ انصح بالطريقة هذه اللي عنده ديوك واجد، اول شي يحاول ينقص منهن. شوف ما شاء الله الديك هذا حجمه، لقيتك عليه الاصفر ما شاء الله تبارك الله. فانصح اللي عنده ديوك واجد انه يقلل عددهن بسرعة. الشيء الثاني اذا ما قدر يبيع ولا ينتظر لحد البيع يسوون ستاند زي كذا. ترى الدجاج يحب ينام فوق، ما يحب ينام على الارض. الحين ترى قبل المغرب بشوي شوفوا كلهم فوق على المغرب، هم فوق هنا، هم على الخشب هذا. والارانب اتضح لي انهن طيور ليلية. طيور ليلية شغلني ذاك الطير. حيوانات ليلية أكثر منها نهارية، خصوصا بالصيف. وبشت أنا شايف أنا بشت كنت أنام هنا، أطلع الساعة 2 بالليل أشوف ألقاه كلهم برا. فهم يحبون الليل أكثر من النهار الأرانب. أنا هذه معلومة والله ما أدري، شفتها بعيوني يعني ما حد قال لي. الأرانب بدأت تستصح وتاخذ حجم الحين. هذا مو بلدي، هذا ما ادري شنو، لكن ان شاء الله. شوف الديك هنا ضاره العظماء هذول، ان شاء الله احجامهم حلوة والوانهم حلوة.